في حاجة غلط. إجابة السؤال لما حد يسألك في إيه يا بنتي مالك، فتروحي ردة في حاجة غلط. طب إيه هي الحاجة الغلط؟ أنا مش عارفة، بس أنا في حاجة غلط. حاجة غلط فين؟ مع نفسك، في علاقاتك مع ولادك، في شغلك، في أنهي حتة في حياتك. أنا مش عارفة، هو كله فتح على بعضه بس في حاجة غلط. طيب وعشان نصلح الغلط ده نروح دايرين في دوامة من يلا ناخد كورس كده يقلل الضغط والتوتر والقلق اللي عندنا، لانه كل الناس عندها قلق وضغط وتوتر. بس عشان اخد كورس انا محتاجة دلوقتي انظم اولوياتي، عشان انا عندي مشكلة دلوقتي ان انا ما بقتش بشتغل زي الاول، فعندي مشكلة مادية ومش عارفة اخد الكورس وادفع فلوسه منين. وعشان اعمل ده محتاجة اصلا انظم وقتي، لان انا بقيت دلوقتي بسوف الحاجات وكسلانة. مش عارفة بقى انا كنت كسلانة اصلا، هو انا اصلا انسانة كسلانة ولا ايه؟ انا مش عارفة، بس انا محتاجة اعرف ابدا اخد الحاجه، لانه ده انا فقدت الشغف. انا ما بقاش عندي شغف. هو الشغف كان موجود، يعني انا انسانه اصلا بعمل حاجات في الحياه وبتحرك كتير وبعمل حاجات، بس انا حاليا انا ما عنديش شغف لحاجه وفي مفقود الشغف. فاحنا ناخد كورس بقى عشان نجيب الشغف الاول. تخشي في دوامه من الحاجات، سواء هتعلم عن العلاقات، انا هتعلم عن نفسي، هتعلم عن مشاعري، هتعلم عن انوثتي، عن ولادي، لا هاخد كورسات تربيه، لا انا هبدا اشتغل على التسويف، اداره الوقت ده، وتحسي انك دخلتي في نفق مش عارفه تخرجي منه خالص. ودي المرحله اللي ساعتها بتقولي خلاص انا مش لاقي حل وما بقتش عارفه حاجه، وبتوصلي لمرحله البيرن اوت او الاحتراق. هتلاقي فجاه ان مساحه البراح اللي جواكي ما بقتش موجوده. انا مش عارفه ادي في علاقاتي، انا مش عارفه ادي لنفسي، انا مش عارفه ادي لاولادي، انا ما بقتش قادره اعمل الحاجات. لا لا، ده انا وصلت لمرحله انا ما بقتش عايزه اعمل حاجه. فانا هنا ابقى في مرحله من مراحل البيرن اوت. عشان اخرج من البيرن اوت انا محتاج اعرف اصلا هي الحنفيه سربت من انهي حته. هو انا اشتغل على ايه الاول عشان ما افضلش الف في الدايره اللي اتكلمنا عليها من شويه. فانا جايه النهارده عشان اساعدك بيزد اون كوتشنج. هعتمد على نظام الكوتشنج اللي بعمله مع عميلاتي في السيشنز، لكن هنشتغل عليه كجروب المره دي وكمجموعه. صممت الكورس ده مخصوص عشان اساعدك لو انت في حته من الحتت او لقيتي نفسك في مساحه من المساحات اللي انا اتكلمت عنها، يبقى الكورس ده معمول عشان يساعدك. وعايزه تعرفي اكتر عن الجوانب اللي هنشتغل عليها خلال الكورس، يبقى تبعتي رساله للادمن من خلال الرسائل وهي هتقولك احنا هنشتغل على ايه بالظبط. اشوفك جوه الكورس.